السلام عليكم. كوريا الجنوبية تعتبر أكتر دولة في العالم في معدلات عمليات التجميل للفرد الواحد. الإحصائيات بتقول إن حوالي واحدة من كل 3 سيدات في سيول عملت عملية تجميل واحدة على الأقل، وده مش كلام مراسل. تقرير الجامعة الدولية للجراحات والتجميل سنة 2023 بتأكد إن كوريا في التوب الثالث عالميا. الغريب إن عمليات التجميل هناك مش بس رفاهية، في عائلات بتدي بناتها عمليات تجميل كهدية في عيد ميلادها ال 18. يعني بدل ما البنت تاخد ذهب أو موبايل جديد، تاخد عملية عيون عشان تبان عيونها أوسع. في سيول في شارع مشهور اسمه غيور سيجول، الشارع ده فيه أكتر من 500 عيادة تجميل جنب بعض. تخيل تمشي كده تلاقي عيادة كل 50 متر. والأغرب إن في عيادات بيدوا عروض زي المطاعم بالظبط، اعمل عمليتين وتاخد التالتة بخصم 50%. كوريا الجنوبية بتعمل حوالي 750 ألف عملية تجميل سنويا، عدد مهول بالنسبة لدولة عدد سكانها 51 مليون نسمة. يعني النسبة دي ضعف اللي بيحصل في أوروبا كلها. الشركات الكبيرة في كوريا مش بتركز على شهاداتك بس. في تقارير بتقول إن 4 من كل 5 شركات بيبصوا على الصور المتقدمة للوظيفة قبل أي حاجة، ولازم الشاب أو البنت يبقى على الموديل الكوري عشان يتقبل. حتى في شباب بيحطوا صور وبعد التجميل في السي في بتاعهم. كوريا اللي بنشوفها في المسلسلات والدراما مش هي نفسها اللي عايشينها الشباب هناك. ورغم إنها من أغنى 10 دول في العالم، إلا إن نسبة الاكتئاب والانتحار ما بين الشباب من الأعلى عالميا. الإحصائيات بتقول إن معدل الانتحار عند المراهقين ارتفع بنسبة 70% في آخر 10 سنين.